قبل ما نبدأ فيلمنا يا ريت ما تنسوش اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا، وانتظروا مفاجآت جديدة. بيبدأ فيلمنا على سفينة في الفضاء بيسقط منها جسم غريب وبيخترق الغلاف الجوي للأرض. بيتم استدعاء داتش ومجموعته في قاعدة عسكرية، فبيدخل داتش القاعدة وهناك بيلاقي صديقه ديلون اللي شغال في المخابرات المركزية. فبيسأله ديلون ليه رفضت المهمة اللي كانت في ليبيا. بيرد عليه داتش ان ده مش اسلوبه وان مهمته انه ينقذ الناس مش يقوم باغتيالات. بيبدأ صديقه الجنرال يشرح له المهمة المكلف بيها، وهي انهم فقدوا طيارة موجود عليها وزير والمساعد بتاعه، وبيقول له صديقه انهم وقعوا رهاين في ايد الثوار وهيتم تعذيبهم، والمهمة انهم هيقتحموا المكان وينقذوا الرهاين. بينزلوا فعلا في المكان المحدد وبيلاقوا مروحية واقعة، وتم قتل الطيار والمساعد بتاعه بإصابات في الرأس بواسطة لاقط حراري. بيستغرب داتش وبيقول إنه مستحيل الثوار في المنطقة دي يكون معاهم أسلحة متطورة بالشكل ده، وفجأة بيلاقي جندي من مجموعة داتش رجالة مقتولين ومسلوخين بطريقة وحشية جدا. بيتعرف داتش على واحد منهم عن طريق قلادته العسكرية وبيتضح إنهم جنود، وبيستغرب ديلون من وجودهم في المكان ده، وعلى حد علمه إن مفيش أي عمليات تمت في المنطقة دي ولا تم إرسال أي جنود. بيستعدوا بالأسلحة للخطر الغامض علشان ياخدوا بثأر الجنود اللي اتقتلت. في الوقت ده بيكون في شخص بيراقبهم من مكان مرتفع بشكل حراري. بيستكشف داتش المكان لحد ما بيلاقي معسكر للثوار، وبتبدأ مجموعته في قتل حراس المعسكر. بيحط داتش قنابل في العربية اللي بيستخدموها في ضخ الوقود وبيوجهها ناحية المعسكر علشان يفجروا، وبالفعل بيقتلوا كل اللي موجودين في المعسكر. وبيضرب داتش بنت كانت موجودة معاهم وبيفقدها الوعي، وبيكتشفوا ان بعض الرجالة اللي قتلوهم جنسيتهم روسية وان مفيش رهاين. بيشوف داتش ديلون وهو بيلم الورق اللي كان في المعسكر وفرحان، فبيعرف ان هم كتبوا عليه هو والجنرال علشان ينفذوا عملية سرية. بيتخانق داتش مع ديلون بيقول له ان ما كانش فيه اي طريقة تانية غير اننا نختلق الموضوع بتاع الوزير والرهاين علشان توافق على المهمة دي، لاني عارف انك الشخص المناسب لمهمة زي دي. وبيقول له انه بالفعل تم ارسال قوات هنا، بس القوات دي اختفت. بيتم ابلاغهم ان الثوار على بعد ميلين وانهم لازم يتحركوا. بياخد ديلون البنت معاه علشان تعرف معلومات، وبيقول له داتش انها هتكشفنا، ولو مصر تاخدها اتكفل انت بمراقبتها، ولو تخلفت عننا مش مسؤوليتي. بيقول لهم داتش ان المروحيات مش هينفع تهبط في المكان ده، وانهم لازم يتحركوا لمكان تاني ويعبروا من طريق خطر. وبيكون نفس الشخص ده بيراقبهم من مكان مرتفع بشكل حراري. بيمشوا في الطريق، لكن واحد من مجموعة داتش بيكون لابس قلادة غريبة بيقف ويبص على الاشجار، ويقول لداتش ان في شيء في الاشجار. واثناء كلامهم بتهرب البنت الرهينة وبيجري وراها جندي وبيمسكها، وفجأة بيظهر شيء من وراه ويضربه وياخده معاه. بتوصل باقي المجموعة للبنت وبيمشوا ورا الدم اللي على الارض، لكنهم مش بيلاقوا جثة الجندي بس بيلاقوا احشائه. بيسألوا البنت وبتقول لهم ان الغابة اصبحت حية واخدته. بيعترض ديلون وبيقول لهم ان اكيد الثوار بيراقبوهم وهم اللي قتلوه، لكن داتش بيقول له لو كان دول الثوار كانوا خدوا جهاز اللاسلكي وسلاحه، او كانت البنت هربت معاهم. بيرد عليه ديلون وبيقول له ان ده نفس اللي حصل مع صديقهم جيم هوبر اللي لقوا القلادة العسكرية بتاعته. وبيأمرهم داتش انهم يرجعوا علشان يشوفوا جثة جيم هوبر. وهم راجعين بيظهر الكائن تاني ويقتل واحد منهم، بس المرة دي بيشوفوا صديقه وبيعلن انه تم الاتصال بالهدف. وتبدأ المجموعة كلها تضرب نار بشكل عشوائي باتجاه الكائن لحد ما بيختفي من المكان. وبيشوف الجرح اللي موت صديقهم، فبيلاقوا ان مفيش اثر لضرب نار وان جسمه منصهر. بيستطلع واحد من المجموعة مكان اطلاق النار وبيلاقي ان مفيش جثث او دم وانهم ما صابوش الهدف. بيأمر داتش واحد من المجموعة انه يختار مكان دفاعي مرتفع ويحط فيه كل المتفجرات اللي معاهم، وانهم يشيلوا صديقهم اللي مات معاهم. وبتشوف البنت مادة غريبة على ورق الاشجار، لكن بيجي ديلون وبياخدها. بيبعد عنهم الكائن وبيروح لمكان بعيد، وبيتضح ان المادة اللي شافتها البنت على ورق الاشجار دي كانت دم الكائن، وانه بالفعل اصيب. وبيدوس الكائن على زرار في ايده وبيظهر جسمه، عكس وقت ما شاف الجندي كان شفاف. وبيبدأ الكائن يعالج في نفسه. بيتصل ديلون بالقيادة علشان يبعتوا لهم مروحيات، لكنهم بيقولوا له ان المكان غير آمن ولازم يوصلوا لمنطقة ابعد. ولما بيسأل ديلون جندي عن الشخص اللي شافه، فبيقول له ان شاف شيء لكن اختفى من قدام عينه فجأة، وانه اطلق عليه اكتر من 200 لفة ذخيرة بشكل مباشر، وان مفيش شيء على وجه الارض كان هينجو من اطلاق النار المكثف بالشكل ده. وبيسأل البنت تاني فبتكرر نفس الكلام ان الغابة اصبحت حية. فبيسألوا صديقهم بيلي بيقول لهم انه خايف، فبيرد عليه صاحبه بيقول له انت ما بتخافش من اي حاجة على وجه الارض. فبيرد عليه بيقول له ان في شيء بينتظرهم وانه مش انسان،
وإننا كلنا هنموت. بيتولى ماك نوبة الحراسة وبيفضل يكلم زميله اللي مات ويقول له إنه هياخد بثأره ومهما كان الشيء ده هيحفر اسمه على جثته. وفجأة ماك بيشوف حاجة وبيهجم عليها وبيطعنها، لكنه بيكتشف إنها خنزير، وبيكتشف إن جثة صاحبهم اختفت بالرغم من كل الفخاخ اللي في المكان. بيفك داتش البنت الرهينة وبيقول لها إن الشيء ده بيطاردنا كلنا وإننا محتاجين الجميع، فبتقول له إن صاحبهم أصابه بالفعل ودماء الكائن كانت على الأشجار. فبيقول لها داتش مادام بينزف هنقدر نقتله، وبيبدأوا ينصبوا فعلا الفخاخ على الأشجار لأن الكائن بيستخدم الأشجار دي لما بيقتلهم، وبتساعد معاهم أنا في نصب الفخاخ. وبتحكي لهم إنها وهي صغيرة في القرية بتاعتها كانوا بيلاقوا رجالة مسلوخة وفي حالة بشعة، والعجائز كانت بتقول إن في وحش بياخد أجزاء من ضحاياه كتذكار، وإنه بيجي برضه في أيام الحر، وإننا دلوقتي في أشد أيام الحر. وأثناء كلامهم بيجي الكائن وبالفعل بيقع في الفخ، لكنه بيفجره وبيدمر الشباك وبيصاب جندي منهم من الفخاخ. وبيشوف ديلون الكائن لأول مرة بيجري وراه ماك وبيطلق عليه نار، وبيروح ديلون علشان يساعد ماك. وبيشوفوا الكائن واقف على شجرة، ولما بيقرب منه ماك بيلاقي فيه ليزر على دراعه، بيبص فوقه بيلاقي الكائن وبيقتله. وبيشوفوا ديلون على الشجرة وبيكون لسه هيرفع سلاحه، لكن الكائن بيضرب عليه نار بيقطع له دراعه. بيحاول ديلون يضرب بدراعه التانية، لكن الكائن بيقرب منه وبيطعنه. وبتمشي باقي المجموعة في اتجاه المكان اللي هتنزل فيه المروحية، لكن بيلي بيرمي سلاحه وبيقف مكانه لحد ما الكائن يجيله ويقتله. وبيوصل لداتش ويضرب عليه نار لكنه بيتصاب. وبيقول داتش للبنت انها تهرب وتروح لمكان هبوط المروحية، ويجري داتش لحد ما بيقع في المية ويطلع من المية وجسمه كله طين. وبيتفاجئ ان الكائن وراه وبيقف الكائن قدام داتش، لكنه مش بيشوفه بسبب الطين اللي على جسمه. وبيمشي الكائن وبيبدأ داتش ينصب الفخاخ من تاني بالمتفجرات، وبيكون الكائن بيجمع الجماجم بتاعة ضحاياه، وبيسمع داتش وهو يصرخ علشان يجذب الكائن ليه. وبالفعل بيروح له الكائن وبيعدي من جنب داتش من غير ما بيشوفه، ويروح ناحية النار ويضرب عليه داتش سهم متفجر. وبيبدأ الكائن يضرب نار بشكل عشوائي لحد ما بيقع داتش من الشجرة ويصاب. وبيكون الجهاز اللي في ايد الكائن حصل له ضرر من السهم اللي رماه عليه داتش، فبيمسك داتش حجر وبيرميه علشان الكائن يضرب عليه نار ويعرف مكانه. وبيرميه داتش بقنبلة بتيجي في الكائن وتصيبه وبتخليه ينزف. بيمشي داتش ورا الدم بتاع الكائن لحد ما بيشعر ان الكائن واقف جنبه، بيروح مولع قنبلة وينط في المية. بيطلع داتش من المية بعد ما الطين بيكون اتشال من على جسمه. بيمسكه الكائن ويخلع القناع بتاعه وبيبدأ يقاتل داتش بإيده، لكنه بيكون قوي جدا وبيضرب داتش. بيهرب داتش للمكان اللي ناصب فيه الفخ ويوقع عليه جذع شجرة. بيمسك داتش حجر كبير وبيكون هيضربه بيه، لكنه بيسأله انت مين؟ بيردد الكائن نفس الجملة وبيدوس على شاشة في ايده وبيضحك. بيعرف داتش ان اللي في ايده ده قنبلة، فبيجري بعيد وينفجر الكائن انفجار كبير لدرجة انه أثر على الطيارة. وفي النهاية بتنزل الطيارة وبتاخد داتش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس، وقول لنا اسم الفيلم اللي حابب نلخصه.